السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خوتي اللي جابني اليوم هو بصفتي طبيب بيطري، مجموعة من النصائح حبيت نمدها للناس اللي شراو الخروف تاع لا روماني ولا رايحين يشريو الخروف تاع لا روماني. خوتي، المشكل تاع الخروف هذا هو لو شونجمون داليمون، يعني تبدا تاع الماكله. كان ياكل في ريجيم زي في لا روماني ويجي ياكل ريجيم زي. لهذا لازمنا نديروا احتياطات. اذا النصيحه الاولى اللي نمدها اللي يشري الخروف، لازمك تتجه مباشره نحو الطبيب البيطري باش يدير لك لو فاكسان هذاك اللي نعيطوا له الفاكسان. حنا الطباء نعيطوا له الفاكسان تاع لونتيروتوكسيمي، والله يعيطوا له في العاميه المراره، في بعض الجهات يعيطوا له الطراف. وبعدها ديه للدار، اعطيه التبن واعطيه الماء عادي، فقط الكونسونطري ما تمدلوش في 48 اور 48 ساعه الاولى، ما تمدلوش الكونسونطري. بعد 48 ساعه ابدا كمشلوك بشويه، ابدا اعطيه كما نقولوها ب 100 غرام 100 غرام، والغدوه زيد اعطيه 150 غرام، ومن حداه 200 غرام وانسي دو سويت، وبدا طلع له حتى يوالف. يعني قلت بعد 48 اور من الفاكسان، 48 ساعه بعد الفاكسان باش تبدا تبدلو هذيك الكونسونطري. حاجه فقط ثاني حبيت نهضرها، هو حذاري من الخبز. الاولاد بلا فرحه يمدوا له الخبز، حذاري من الكسور تاع الدلاع تاع الفكوس، راهم يديروا مشاكل كبار. وخاوتي، النصيحه الاخيره اللي حبيت نمدها، وسمحوا لي نخرج شويه على الموضوع. شفنا في نقاط البيع والله الناس، يعني سبحان الله، يقاري طوموبيل يعني تاع بليار ويروح يدير لاشان. يعني هذه نصيحه فقط خاوتي، نتعلموا، لازمنا نتعلموا. ممكن يعني كاين الناس اللي الغارب ما قدروش باش يعيد هذا، خليوهم. انا قادر نشري، قادر كما نقولوها ندير نشري خروف. يعني ميسرها ربي عندي، علاه نروح ندير؟ يعني انا نحي الواحد اللي ما عندوش واللي مش قادر يفرح وليداته. يا خوتي، نتعلموا الاطار، نتعلموا نعاونوا بعضانا، نتعلموا ندخلوا الفرحه لبيوت بعضانا. نخلي يا خويا، انا قادر ليس قادر. كاين اللي مش قادر، كاين اللي ربما خدام ما جاش، كاين اللي ربما ما لحقوش. نتعلموا نديروا الاطار ونخليو الدار بعضانا. وهذا واش حبيت الرساله تاع اليوم. تحياتي خاوتي، عيدكم مبارك، والغايب والله الحاضر يعلم الغايب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.